اتكلمنا مع حضراتكم عن يعني شباب الباحثين والمكانة الجميلة بيها اللي بيبقوا موجودين فيها في دولهم. يسعدنا ان يكون معانا يعني احد المشاركين، هو خبير في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر، ويعمل على تطوير مشاريع الانتقال الطاقة في مصر وافريقيا ومختلف دول العالم. هو حاصل على الماجستير المزدوج في نقل الطاقة، ويعمل حاليا كمطور لمشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في إحدى الشركات لحلول الطاقة المتجددة، وهي بالإضافة لعمله كمستشار للطاقة في منطقة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. بيسعدنا أن يكون معنا السيد هشام نصر، أحد شباب الباحثين بالخارج والمشاركين في جلسة وزارة الهجرة للحد من الانبعاثات الكربونية. مساء الخير وأهلا بك معنا. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ايه السي في الجميل ده يعني، ويعني السن الصغير والسي في الرائع اللي انا بقوله دلوقتي على الهواء مباشرة. ما شاء الله عليكم. لا الله يخليك، الله يخلي حضرتك. تابعت من شوية يعني الوصول للرئيس الامريكي، وانا عارف انك انت دلوقتي موجود في يعني في مدينة شرم الشيخ، يعني ما زلت مستمر في مؤتمر قمة المناخ. صح، بالفعل تابعته، وهحاول احضر ان شاء الله الكلمه اللي هيلقيها الرئيس الامريكي، واشوف هو المفروض هيتكلم عن الدعم للدول الناميه والدعم اللي هيقدمه المشاريع الطاقه المتجدده والهيدروجين في امريكا، وممكن نشوف ممكن يعلن عن اي مبادره ليها علاقه بالموضوع. شاركت انت في المؤتمر مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في فعاليات جلسة نحو الوصول الى صفر انبعاثات كربونية، يعني كلمنا عن هذه المشاركة. تمام، هي وزارة الهجرة احنا وسيادة السفيرة سهى الجندي بتتابع معانا من فترة ان احنا كنا نقدم زي ورقة بحثية مكونة من كذا باحث، كل واحد هيتكلم عن موضوع بيخدم ان هو ازاي نقلل الانبعاثات الكربونية. تمام. انا كنت بناقش فكرة استخدام الهيدروجين الاخضر والمشاريع الهيدروجين الاخضر اللي هتتعمل في مصر، وازاي هيبقى ليها دور اللي هي في تقليل الانبعاثات. وبرضه قدمت كذا توصية لمعالي السفيرة اللي هي ممكن تتقدم لرئاسة الوزراء ان شاء الله والرئيس مستقبلا يعني. تمام. يعني اول ما توصل ان شاء الله ترجع يعني مرة اخرى، ايه اللي هتكتبه على صفحتك عن المؤتمر؟ هكتب ازاي يعني معظم المحاضرات اللي انا حضرتها والحاجات اللي انا استفدتها، وطبعا الفخر ان ازاي مصر تستضيف حاجه زي كده والناس مبسوطه هنا، وايه ردود الافعال اللي حصلت، وبرضه الخبرات اللي انا استفدتها هنا في الموضوع او المجال اللي انا متخصص فيه. وايه اللي هيحصل مستقبلا بعد المؤتمر يعني ان شاء الله. انا عندي احساس ان يعني القاده والزعماء والملوك الحاضرين وحضراتكم الخبراء الموجودين، يعني هناك اصرار لايجاد حلول في هذه الدوره. ده حقيقي بالفعل. يعني المفروض المؤتمر ده للتطبيق، عشان اللي يعني معظم الحاجات اللي فاتت كان كله بيتكلم، بس احنا معظم الناس هي بتتكلم عن التطبيق، وبرضه على التمويل الاخضر. التمويل الاخضر واحد من اهم النقط المطروحه، عشان في التزامات للدول المتقدمه كانوا قالوا عليها في المؤتمرات اللي فاتت ان هم لازم يلتزموا بدفع مبالغ معينه للدول الناميه، بالذات الدول في افريقيا، عشان معظم الحاجات موجوده بس التمويل هو اللي مش موجود، او الدعم المالي. تمام. سافرت يعني حضرت مؤتمرات كتير وسافرت في دول كتير، ايه رأيك في تنظيم مصر يعني مثل هذا المؤتمر بهذه الفخامة؟ وخاصة انا على الهوا من شوية قلت ان احد الاخوة الاماراتيين كاتب ان الدورة الجاية هتبقى في الامارات، يعني فيما معناه سبت لنا ايه يا مصر عشان احنا نقدمه في المؤتمر القادم؟ ده حقيقي، معظم الناس طبعا التنظيم هايل من ساعه ما بننزل من المطار لحد ما كل حد بيوصل للاوتيل، ومن الاوتيل نفسه لمكان المؤتمر. لا يعني ترانسبورتيشن، النقل والتنظيم على بيحصل على اكمل وجه. برضه الناس مبسوطه من الجو ولا هو حر ولا هو برد، فالجو لا مناسب للناس كلها، وعادي الناس في بعض الاحداث اللي بتحصل بره المؤتمر نفسه الناس بتحضرها عادي، ما بيبقاش فيه اي مشكله من الشمس او من الحراره، وكل حاجه متواجده. يعني مفيش اي مشاكل واجهت اي حد لحد دلوقتي، وكل حاجه منظمه بشكل جيد، واي حد عايز يوصل لمكان معين الناس بترحب بيه وبتوصله المكان اللي هو عايزه. تقول ايه للسفيرة سهى جندي واحتضان وزارة الهجرة لكل شباب النابغين في الخارج، وانتوا منهم، انتوا 6 من الصفوة من هؤلاء الشباب؟
اشكرها طبعا على المبادره اللي هي حصلت منها، وان هي بتتابع معانا من زمان، وبرده يعني اليومين اللي فاتوا كانت بتراجع معانا اللي احنا كنا هنقدمه. وهي الست سفيره بتحاول، لازم يعني بتخش في التفاصيل وبتحب تفهم كل حاجه وبتحب تساعد. يعني لو في حاجه انا بتكلم فيها هتتطلب ان انا اتكلم مع وزاره ثانيه، بتوصلنا بالوزاره دي. فاشكرها على مجهودها، ويا رب نكمل نفس الموضوع ده على طول يعني، ويبقى في كذا مبادره طالعه من الشباب او من الخبراء اللي احنا موجودين في الخارج يعني. انا بشكرك، بتمنى لكم التوفيق. انتوا واجهه جميله وواجهه حلوه قوي لمصر. استمروا، اكتبوا على صفحاتكم واكتب لكل اصدقائك يعني ماذا يعني حدث داخل مؤتمر قمه المناخ واستقبال مصر لاكثر من 40,000 زائر. وبتمنى لكم دايما التوفيق يا رب ان شاء الله. يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك، الف شكر ليك. شفنا يعني شباب يعني بسم الله ما شاء الله عليه، هو ده شباب مصر النابغ اللي جاي يشارك في مؤتمرات مصر المختلفه.